السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين انجليش كيك من الوصفات المميزة جدا اللي كلنا بنحبها. هنعملها بالزبيب زي ما انتم شايفين، لذيذة جدا جدا وكمان طرية جدا من جوه، وزي ما انتم شايفين زي الاسفنجة بالظبط. حقيقي طعمها خطير بجد، هتعجبكم جدا جدا. شايفين قد ايه هشة من جوه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوة معايا زي ما انتم شايفين المكونات اللي هنستخدمها. معايا كوبايتين ونص دقيق، معايا نص كوباية حليب، كوباية سكر، 4 بيضات، كوب زبيب، طبعا ظرف بيكنج باودر، معايا ربع كوب زبدة طرية زي ما انتم شايفين، كمان معلقة خل. هبدأ اول خطوة في بول عندي، هبدأ اخفق الدقيق اللي هخفق الزبدة والسكر مع بعض زي ما انتم شايفين لحد ما نوصل لقوام كريمي. هستمر في خفقها لحد ما تمتزج مع بعضها كويس جدا. بعد كده هبدأ اضيف البيض بالتدريج زي ما احنا شايفين. هبدأ اضيف البيض واحدة واحدة بالشكل ده، وهأخفق لحد ما تختفي تماما. وهرجع اضيف البيضة اللي بعدها، وهرجع اخفق تاني بنفس الطريقة. كمان هضيف تالت بيضة، واخفق تاني. باقي اخر بيضة معانا هبدأ اضيفها، وهضيف كمان معلقة فانيليا زي ما احنا شايفين. وهرجع اخفق وهستمر في الخفق لحد ما نحصل على القوام الكريمي. هنخفقه كويس جدا عشان الكيكة بتاعتنا تبقى هشة معانا. مهم جدا ان احنا نخفق كويس. كده خلاص خلصنا الخفق. هشيلها على جنب وهجيب الدقيق عندي، هضيف عليه بيكنج باودر او ظرف بيكنج باودر، وهضيف كمان رشة ملح، وهقلب المكونات الجافة مع بعضها. وهبدأ اضيفها الخليط البيض والزبدة، وهقلب المكونات مع بعضها. هضيف كمان اللبن، وهقلب من تحت لفوق بالطريقة دي عشان ما خرجش منها الهواء لحد ما الدقيق يختفي تماما ونحصل على قوام متجانس زي ما انتم شايفين. الدقيق تمام اختفى تماما زي ما انتم شايفين، هو ده القوام المطلوب. دلوقتي هشيلها على جنب وهجيب طبق فيه شوية دقيق، وهبدأ اضيف الزبيب وهقلبه كويس قوي في الدقيق. كده اتأكدت ان كل الزبيب بقى عليه طبقة من الدقيق. هبدأ دلوقتي احطه في مصفى وهصفيه من باقي الدقيق اللي موجود فيه زي ما احنا شايفين نفس الطريقة. هنخله من الدقيق. كده بقى الزبيب جاهز معايا.
هبدأ اضيفه على خليط الكيك، وهقلب بنفس الطريقة من تحت لفوق لحد ما المكونات تتجانس مع بعضها والزبيب يتوزع كويس. عندي الصينية بتاعتي او القالب اللي انا هستخدمه، انا بطنته بالزبدة والدقيق زي ما انتم شايفين. هبدأ انزل فيه بالكيكة، هوزعها فيه كويس. بعد كده هبدأ اخبطها على رخامة بالشكل ده خبطتين كده، بحيث ان هي تنزل كويس في الصينية وميبقاش فيها اي فراغات. وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 او 180 او 200 حسب نوع الفرن. وده شكلها بعد ما خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين. وصفة جميلة جدا. هبدأ دلوقتي اول ما تبرد هبدأ اقطعها. ده شكلها بعد ما قطعتها. ده الانجليش كيك، وصفة جميلة جدا جدا وهشة جدا جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.